السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا أوجه تحياتي لرياض الزنم وصقر اليافعي الذين وفقهم الله بمشاركتهم بالمسلسل التركي الشهير المؤسس عثمان، وتم اختيارهم ليكونوا من ضمن الممثلين بهذا المسلسل ويكون لهم دور من ضمن الأدوار، لأن شخصياتهم رجولية وطلت محياهم طلت أبطال ومناسبة لهذا المسلسل. لكن أبناء اليمن أخذوا هذا الأمر ترند، ويا ليته ترند يشجع هؤلاء الأبطال ويشحذ هممهم ويرفع لهم المعنوية بهذه المرحلة والتجربة على أن يكون الأداء حسب ما يطلبه منهم المخرجين، وإنما اتخذوها فكاهة وضحك واستهتار واستنقاص بهؤلاء المبدعين اللي يقول دورهم بالمسلسل يبيعوا بلس، واللي يقول يبيعوا خضروات، واللي يقول أصحاب عربيات وطاولات ويهجموا عليهم الأشرار والمغول، ثم يتخبوا تحت الطاولات إلى حين يأتي عثمان ينقذهم. شوف يا عزيز الظريف، فرق ما بين الفكاهة والوقاحة. شوف أبناء البلدان العربية الأخرى كيف هم مترفعين عن الأمور الفاترة والهافية، ما يتكلموا ولا يستهينوا بمثليهم ويستنقصونهم. أنتم مع احترامي للجميع يلا تلاقوا الفرصة لهذه الأشياء عشان تنكتوا يا مضحكين، وكلنا يجري عقوب كلامه دون أن يحس أو يشعر. هذا يسمونه قلة ولف، قلة حياء، وقاحة، ويعكس علينا صورة شعب جاهل بايخة ما تشرف اليمن من جميع النواحي. قال شاعر كلمته سرمد فصيحة وقيمته منطوق من عذب اللسان. فرق شاسع بين العقول الرجيحة وعقول أصحاب القباوة والجنان. ما تستوي الروس الحكيمة في النطيحة، والذيب ما ينقاس في معزه، وضان الليل يا الهاجوس من بحر القريحة اقرف لي الياقوت باص الدربيان. عنوانها التقدير في جملة صريحة ما بيننا يبقى على مر الزمن. لمنعكم لا تخدشوا وجه المليحة واستنقذوا ذاك الجبان ابن الجبان على الأمور الهايفة والمستبيحة. ترفعوا فوق الثريا والعنان واتركوا طبع الرعاديد القبيحة. من صار لسنه دائما يبغى مصان. أرض اليمن من جهلكم أضحت جريحة من بعد ما كانت بلاد من الأمان. وسلامتكم.